هي كانت تكية ابوه. مين مننا وهو طفل معداش على ودانه الجملة دي، واللي كانت بتتقال بين الكبار وبعضهم احيانا، اما على سبيل الجد او الهزار. فنسمع واحد بيقولها لجاره او لصاحبه او قريبه، او نسمعه بيقوله مثلا هو انت عمال تبعزق كده، كأنها تكية ابوه. الجملة اللي من كتر ما سمعناها واحنا صغيرين بقينا نرددها ونقولها لبعض، حتى واحنا مش فاهمين معنى كلمة تكية لفظيا ولا اصلها تاريخيا، لكننا فاهمين كويس قوي المقصود منها حسب المعنى اللي وصل لفهمنا من المواقف اللي اهالينا قالوا فيها الجملة دي قدامنا، وهو انها بتعبر عن المال السايب اللي ملوش حساب ولا له صاحب بيتابع صرفه، فبيتم الصرف منه بسخاء وكرم شديد عشان تمر الايام بسرعة ونكبر ونفهم وننبهر واحنا بنكتشف اننا كنا فاهمين الموضوع غلط خالص، وان التكية مش مال سايب ولا حاجة، ده العكس تماما. وعشان مطولش عليكم تعالوا معايا نبدأ رحلة التعرف على التكية. التكية لفظ مفرد وجمعها تكية، واللفظ نفسه فيه اختلاف على أصله. في اللي قال أصله فارسي بمعنى الجلد، وده لأن شيوخ الزوايا الصوفية اللي هم كانوا السكان الأساسيين للتكاية كان لبسهم وفراشهم من الجلد الخشن للخروف أو غيره من الحيوانات، وده كان لإظهار الزهد الشديد والتقشف، فبقى الجلد شعار مميز لطائفتهم، ومن هنا جت التسمية. ومنهم اللي قال إن أصله تركي بمعنى الاتكاء أو التوكؤ والسند على حاجة للراحة والاسترخاء، وفي كمان اللي قال إنها جاية من الفعل العربي تكأ بمعنى استند أو اعتمد، علشان يكون معناها الوسادة أو الاستراحة أو المتكأ أو دعامة الشيء إلى آخره. وعلى الرغم من الاختلاف على أصل الكلمة إلا إنه كان في اتفاق على المعنى منها، واللي كان متسق مع اللي بيتحقق فعليا من وظيفة واستخدام التكية، واللي كان الهدف الأساسي منها إنها منشأة خيرية للخدمة المجتمعية ليها خلفية وطابع ديني في الغالب لمريدين الصوفية. فكان بيتم استخدام التكية كملاذ لإقامة وإيواء وإطعام المنقطعين للعبادة من المتصوفين والدراويش، وكمان عابر السبيل والفقراء من الرجال والنساء، المطلقات والأرامل والأطفال الأيتام بدون عائل. وبكده حققت وظيفة التكية المعنى اللفظي حرفيا، وبقت كأنها المسند والمتكأ المجاني وغير المشروط المتاح لأي حد محتاج للسندة والرعاية والطعام، سواء كان مقيم فيها او حتى مش مقيم، بس عارف انه لما هيجوع ويجي وقت الاكل هيروح عند تكية وهو ضامن انه هيلاقي غداه، او انه مش هينام ابدا من غير عشاء. وبكده فالتكاية اللي بدأت نشأتها في العصر العثماني حلت محل الخنقاوات، واللي برضو كانت منشآت دينية لها دور اجتماعي بس في عهد الدورة المملوكية السابقة للحكم العثماني، علشان تبقى بكده التكاية دي حلقة مهمة من ضمن حلقات سلسلة الخير والإطعام الطويلة في مصر. وزاد كمان على الدور ده بعدين إن بعض التكاية اشتغلت زي معاهد دينية للطلبة لتعليم القرآن والأحكام الشرعية، وكمان بقى ليها دور في تطبيب المرضى وعلاجهم، وهو الدور اللي كانت بتقوم بيه المستشفيات في العصرين الأيوبي والمملوكي، وكان اسمها وقتها البيمارستانات علشان تقوم به التكية في العصر العثماني. وبسبب الدور المجتمعي العظيم والمتزايد للتكية اهتمت الدولة العثمانية بإنشاء التكاية على امتداد حدودها في مصر والدول العربية وحتى الأجنبية اللي كانت تحت سيادتها كاستعمال أساسي مميز لفترة الحكم العثماني. وكان أشهر التكاية دي في مصر التكاية المولوية في الحلمية الجديدة، وتكاية تقي الدين البسطامي في الدرب الأحمر، وتكاية أبو الدهب جوار الأزهر، وغيرهم كتير هنبقى نحكي عنهم بالتفصيل في فيديوهات تانية. أما عن التكاية المصرية خارج مصر فتعالوا بقى أحكي لكم عن أهمهم وأشهرهم على الإطلاق، وهم التكيتين أو المبرتين المصريتين على أرض بلاد الحجاز اللي هي السعودية دلوقتي. وكانت البداية مع فتوحات جيوش محمد علي ودخولها أراضي الحجاز، قيام ابنه إبراهيم باشا بإنشاء تكية المدينة المنورة سنة 1816 ميلادية، وقام محمد علي باشا نفسه بإنشاء تكية مكة المكرمة سنة 1822 ميلادية. يعني تم إنشاء التكيتين دول
دول في أوائل القرن ال19 عشان يكونوا تكيتين خيريتين لمساعدة وإطعام سكان مكة والمدينة طول السنة، وإطعام زوار الأراضي الحجازية في رمضان وفي مواسم الحج والعمرات. وكانت مساحة التكية حوالي 4450 متر مربع، يعني أكتر من الفدان بشوية، مقامة على مبنى طوله 89 متر وعرضه 50 متر على دور واحد بتصميم هندسي متقن جدا. فكان جواها طاحونة غلال بيدورها 4 بغال بالتناوب لتحت الغلة، ومطبخ واسع فيه 8 مواقد بيتحط عليها 8 حلل من الحجم الكبير، ومخزن وحجرات للمقيمين وأماكن جلوس واستقبال الزوار، وفيها مخبز للعيش وبيوت أدب اللي هي الحمامات أو دورات المياه يعني، وصنابير مية. وبيتوسط كل ده فسقية، وكان في التكية مكتبة ومدرسة، وموجود فيها أطباء يعالجوا المرضى وموظفين لتنظيمها وإدارتها بنجاح. وبيقال إن عدد المترددين على التكية دي كان أكتر من 400 محتاج كل يوم، ويزيد العدد ده ويوصل لحوالي 4000 محتاج خلال مواسم الحج والعمرات. وكان بيتعمل في التكيتين دول أصناف الطعام المختلفة عشان تقدمهم مصر للمحتاجين وللحجاج والمعتمرين الجايين لبلاد الحرمين من كل الجنسيات، مش للمصريين بس، واللي كانوا بيتميزوا فقط في حصول حجاجهم ومعتمريهم على خدمة المأوى والإقامة داخل التكيتين دول وقت الحج والعمرة. فكان الحاج من أي جنسية أول ما يوصل للأراضي الحجازية يروح على التكية المصرية على طول، ياكل ويشرب ويتصرف له يوميا الخبز والأرز والمرق بشكل أساسي، وحصص من اللحم والسمن، وكمان كان بيتمتع بالرعاية الطبية لو احتاجها، وكل ده على حساب الدولة المصرية وتحت حساب ميزانية كبيرة اتعرفت باسم مخصصات الحرمين والسرة الشريف. والحقيقة ان محمد علي والولاة من بعده اهتموا جدا بالانفاق بسخاء على التكيتين دول من اموالهم واملاكهم الخاصة، مش من خزانة الدولة العامة، عشان تكون قربة ليهم عند ربنا يوم القيامة وياخدوا ثوابها. فكانوا بيوردوا للتكاية دي الغلال زي الأرز والشعير وخلافه من أملاكهم وأراضيهم المزروعة، وبيرصدوا لهم نفقات سخية للغاية عشان نقدر نتخيلها. فكفاية نعرف مثلا إن مساحة الأراضي الوقف اللي هي محاصيلها مخصصة للتكيتين دول وصلت في عهد الخديوي سعيد باشا لحوالي 4751 فدان، وإن حجم الفلوس اللي اتصرفت على التكيتين دول وصل سنة 1909 ميلادي لحوالي 1960 جنيه مصري. والرقم ده كان وقت ما كان الجنيه المصري جنيه جامد جدا، وبيتقاس عليه الذهب حرفيا مش مبالغة يعني، لانه لما اصدر البنك الاهلي الجنيه الورقي الاول، وده كان في نهاية القرن ال19 سنة 1899 ميلادية، وكان اسمه بالمناسبة الجنيه ابو جمالين علشان صورة الجمالين المميزة المطبوعة على وش الجنيه. كانت قيمة الجنيه في الوقت ده بتساوي 7.43 جرام ذهب، يعني الجنيه المصري الواحد كان بيساوي وقتها حوالي 7.5 جرام من الذهب الخالص. انتوا متخيلين بقى ال 1960 جنيه مصري دول كانوا بيساووا كام وقتها؟ المهم استمر نهر الخير السخي من التكيتين على كده لسنين طويلة جدا، لحد ما للأسف انتهت رحلة العطاء دي قسرا، وتم هدم التكيتين في تسعينات القرن الماضي، تحديدا سنة 1983 بحجة أعمال التوسعات بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أكتر من 150 سنة من العطاء، يعني أكتر من قرن ونص بحاله من الخير والعطاء السخي الكريم قدمتهم التكيتين المصريتين لبلاد الحجاز ولضيوف الرحمن وزوار بيته الحرام. بس الحقيقة إن الحكاية ما انتهتش بهدم التكيتين، وده بقى مربط الفرس، لأن القيمة كانت في حجم الأثر اللي سابته التكيتين دول في نفوس بشر كتير طول فترة وجودهم، واللي لسه بيتحكي على مر الأجيال. الأثر اللي عمره ما هيزول بزوالهم، لأن الإرث الحقيقي ما كانش في الحيطان والحجارة ولا في الأكل اللي ملى البطون وشبع الجعان وقتها، لكنه كان في الخير اللي اتحفر في النفوس والذاكرة والوجدان ووصل لنا من حكايات الأجداد المتواترة، واللي هتفضل تتحكي ويتعاد ويتزاد فيها برضه
برضو مننا لولادنا جيل بعد جيل، ومهما طال الزمن هنفضل نحكي حكاية كرم إنساني ورمز للخير اللي ما بيعرفش حدود ولا جنسيات قدمته التكية المصرية للعالم. حكاية استمرت سنين وهنهتم إن سيرتها تستمر لسنين أكتر جايين علشان نفضل دايما فاكرين دور خير وكرم المحروسة مصر على الإنسانية. وعشان كده المرة الجاية لما حد يقولك هي كانت تكية أبوك، ابتسم وحس بالفخر وقول له كانت فعلا تكية ابويا وجدودي، وافتكر ان هو بقصد او من غير قصد بيحكي ذكرى مكان وسلوك عظيم جدا كان وفضل وبقى مضرب المثل للعطاء غير المشروط اللي اثره بيفضل عايش ومكمل حتى لو المكان والحدث نفسه انتهى.